الثالثه اللي نحن نهضروا عليها وشنو هما لي تيم اللي نقترحوهم في هذا الكوميتي باش نخدموا عليهم. الهدف تاع هذا المجلس العلمي هو أول حاجة اليوم أسسنا يعني اللجنة هذه. اليوم كانت لانتر كونيكتيفيتي مع كاع الدكاترة اللي هما كل واحد في الجامعة أو كل واحد في مكانه. اليوم درنا لا كونيكسيون باش يعني نخيروا ما هم النقط الأهميين. ربما يفافوار دي تيماتيك اللي هما متخصصين وراهم مستعجلين باش الدولة تاعنا تحتاجهم. احنا اليوم راح نخيروا تيماتيك على حساب لي بريوريتي تاع الدولة تاعنا، لا سيكوريتي هيدريك، لا سيكوريتي اليمونتير، لا سيكوريتي انرجيتيك. راح ناخذوا دي تيماتيك وراح يكون بحث عليهم خاصة في المؤسسة وفي الجامعات والخبراء اللي هما دايرين بنا باش نقدموا اقتراحاتنا للدولة تاعنا باش نروحوا يعني في طريق كما قال الرئيس ان باركور سيانتيفيك اكزاكت. ما نروحوش نبداو كل واحد شركه راح تستثمر في حاجه وغدوه تقول لا ما خرجش فيها ولا ما طلعش في الانتاج تاعي. راح نديروا ان باركور سيانتيفيك انكادري باغ ان بيلوتاج تاع لي سيانتيفيك اللي هما صاير داير الى المنظمه تاعنا. هي الى ان تري دونيون اللي راح تنظم هاد لي سيانتيفيك. هذا اليوم اللي هي يوم الاثنين 26 جوان 2023 يعني السيد عبد الوهاب زياني رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عيني كرئيسة يعني اللجنة العلمية للكونفدرالية. هذه اللجنة العلمية عندها دور استشاري وكذلك عندها يعني رؤية استشرافية لبرنامج الدولة التي تبحث عن الأمن الطاقوي الصحي الغذائي والمائي. هذه اللجنة العلمية تتكون من أعضاء دائمين وأعضاء غير دائمين وكذلك تتكون من خبراء من الكونفدرالية وخبراء من خارج الكونفدرالية. الأعضاء الدائمين لهذه اللجنة كاين الدكتور محمد هارون يعني هو خبير في الكونفدرالية، كذلك كاين الأستاذ لعلى بوخلفة، البروفيسور جوار من جامعة تلمسان، البروفيسور علالي من جامعة الواد، الدكتور قادة بن عمر من مستغانم، الخبير مداد إبراهيم مداد خبير دولي، كذلك فيها الأستاذ زبير حمود يعني هو خبير يعني في الاتصال، كذلك هناك السيد محمد جوزام هو مستشار قانوني. يعني حان الأوان اللي يعني تكون هذا الكوميتي هذايا ويكون يخدم البلاد وفيه يعني خبراء من كل نوعيه الخبراء من كل شاك اكتيفيتي. وهاد الخبراء هذوما يعني اللي كانوا يخدموا وحدهم بعد الوقت الان حتكون تنسيق بين هاد الكوميتي. يعني الكوميتي هذايا راح نديروا تنسيق بين المؤسسات بريفي بوبليك وهاد الخبراء هذوما يعني باش نخرجوا والنقائص اللي كاين في كل منتوجات وفي الجزائر يعني يضطروا على pour pallier à ces insuffisances et améliorer le développement, que ça soit dans tous les modèles.